لهذا السبب سيارتك مو نشطة. شوف، هو الفيت بامب يضخ البنزين من التانكي للبخاخات او النوزلات حتى يضخ بغرفة الاحتراق وياخذ الزايد يوديه للفضلة، ويكون بنوعين، الغطاس والخارجي. الغطاس وهذا يكون افضل من ناحية الحرارة ويكون داخلي، والخارجي يكون خارج السيارة وجوا التانكي، وهذا سهل بالتبديل. وشنو الاسباب اللي تخلي الفيت بامب يعطل؟ الحرارة العالية وضعف الكهرباء وكنتكة الفيشة الرئيسية وقلة البنزين بالتانك، الوسخ وترسبات البنزين وعدم تبديل فلتر البنزين، وهذا الشيء يسبب ضعف بالسحب او صرف بالبنزين او تاخير بالتشغيل من 6 الى 10 ثواني، ومرات يكون سبب الحماوه هو الفيت بامب. بس ايش جاب هذا على هذا؟ تعال اقول لك. شوف، هو مرات يكون الضعف بالكتف والسياره تعتعت، وهذا الشيء راح يخلي سحب الكهرباء اعلى من المطلوب، وهنا تضعف قوه المروحه وتصعد الحماوه وتحرق عندك الفيوزات. ولهذا السبب تشيك الفيت بامب كل فتره، خاف تعبان او يحتاج تبديل، وقبل ما تبدل تشيك الدفع مالته يم اي فيتر مضبوط، واخذ الاصلي وعوفك من التقليد. وبالاخير تابعنا حتى ما توقف بالشارع.